أصدقائي المشاهدين والمستمعين، منتابع نحن وياكم نقطة على السطر. بدنا نستفقد القطاع الصناعي، يعني قطاع كتير مهم. هل ماشي على السكة؟ هل هو مترنح؟ شو أثرت عليه الحرب؟ بعضهم الصناعيين مأمنين بهالبلد. كيف فينا نطور هالقطاع أكتر وأكتر؟ ليش السياسات الحكومية متعاقبة أهملت هالقطاع على مدى سنوات؟ رئيس تجمع الصناعيين في البقاع نقول أبو فيصل، أهلا وسهلا فيك عبر صوت لبنان. صباح الخير نوال، يعطيك العافية. بحب أطلع بهالمحطة هيدي لأنه بحس في أنتوا بتشتغلوا من قلبكم للبنان، بس قبل وانت كمان بشكرك لأنه يعني كتير من يعني الصناعيين هاجروا، بعدك موجود وعم بتغذي الصناعة اللبنانية رغم وجودك كمان بالخارج. ما فيك تتخيلي جمالية المشهد. أنا وجاي من زحلي على الأشرفية، الطريق اللي بيقطعوا تقريبا بالجمعة 5 مرات، أنت وعم تشوفي سيارات توزيع على الطرقات لشركات ومصانع لبنانية. قبل ست نوال في عنا حرقة ودمعة على شهداء سقطوا بكنيسة مار الياس بدمشق. لأرواحها والشهداء منتوجه من لبنان نحن بكل محبة، ومنطلب لكل الجرحى الشفاء، ومنقول له لسيدنا يوحنا العاشر الله يكون معك والله يحميكم، لأنه وضع المسيحيين في سوريا وفي الشرق صعب، وما بعرف ليش هي دايما الكف برقبتنا وما رحنا. بس هيك حبيت بلش بهي الموضوع. أهلا وسهلا فيك. شو وضع الصناعيين اليوم؟ هل ما زلت نقول أبو فيصل مراهن على الصناعة لنهضة لبنان؟ لأنه هذا القطاع هو اللي بيخلي لبنان ينهض ويوقف على رجليه. جميل. امبارح كان عندنا لقاء مع بنك بيروت، ونحن عم نحكي بدنا نعمل مصالحة مع المصارف، ولازم يردوا الودائع للعالم ويفكروا انه يبلشوا يلاقوا خطة عمل. انا عم بلمس عندهم هيدا الشيء، مع انه هيدا مش دوري. انا دوري كقطاع صناعي اني ضخ فيه اليوم حداثة تطور. نشتغل نحن على الموبايل ابليكيشن بكل عملياتنا المصرفية اللي بنعملها بشركاتنا برا، واللي ناقصتنا حاليا في لبنان. نعم. كان كلامي لمدام هيلدا معلوف، كانت عم تحاور الحضور وأنا منهم، إنه من كتب له الحياة لتاريخ اليوم، عم نحكي عن امبارح، له ملكوت السماوات، نجح وقطع. وبعتبر إنه الخطر على الصناعة اللبنانية قطع، واليوم الصناعة الوطنية في لبنان عظيمة جدا. عظيمة. الواقع الحالي عم نحكي واقع الحال. أنا بقول لك ما ينقوا نحن بي الصبي، ما يطلعوا ينقوا هذا شيء. بس صرنا وقت عم بينقوا الصناعيين. هلا في اوقات ظلمتوا الموازنه ما بدون شك بدون شك. طيب. الكهرباء يعني قديه صار الصناعي عم بيطالب بخفض الفاتوره الكهربائيه، التصدير يعني ما عم تنفتح اسواق جديده. خلينا نحن نقشع النص الثاني من الكبايه. معك حق بكلها، ما نحن كنا نطلع نحكيهم. نحن عم نقول بالحرب الكونيه اللي كانت عم تصير والحرب الاقليميه اللي موجوده، كان الخطر على العالم كبير، كان بلبنان أو بقطر أو بالسعودية أو بكل العالم. اللي كان بفاتورة الكهرباء راحوا على السولار سيستم. تلت حاجة لبنان من الكهرباء اليوم، بعتقد هالرقم صحيح أو قريب، هو تنتجوا الطاقة الشمسية. مشاكل بالتصدير، كل العالم عندها مشاكل، تركيا عندها مشاكل، وسوريا عندها مشاكل، ومصر عندها مشاكل، في تحديات. جلوبال كرايسيس، في مشاكل بأمريكا، في مشاكل. أمريكا بتستورد بفوق 2500 مليار دولار، نحن بنستورد ب7-8 مليار دولار فعليا، أو أقل شوي أو أكتر شوي. صحيح مشاكلنا عقدنا. ما هو لو كان، ما هو دايما الصغير مشكلته صغيرة والكبير مشكلته أكبر. أنا بدي أقشع الميلة اللي أنا عم شوفها بالصناعة، عم بيطوروا مصانعهم. طيب أوكي، خلال 5 سنوات من ترأسي لتجمع الصناعيين، أو مثل ما بقول عادة من خدمتي للصناعيين بالبقاع، عنا حوالي 300 مصنع جديد طلعوا بالبقاع، ومصانع راقية وفيها استثمارات. يعني واحدة من المصانع مكبوب فيه 60 مليون دولار. نعم. طيب امبارح من شهرين أحد مصانع بزحلي طور الاكويبمنت تبعه والماشينري والانتاج، خط الانتاج تبعه. نعم. بيشتغلوا هن بالفود باكجينج.
دافع أكثر من 20 مليون دولار حد معدات جديدة لينافس برا، لأنه المكانات اللي هلأ جابها، المعدات اللي جابها مصروف الكهرباء تبعها أقل. بتقولي لي إنه أنت اليوم شايف الوضع منيح؟ أنا بشوفه مقارنة مع الأوضاع الموجودة نحن ما عنا شيء نخسر ونحن بألف خير. نعم. بعد عم تطلع أنت منتوجاتنا على العالم، أكيد خسرنا سوق السعودية، طيب معوضناه بغير أسواق. نعم. ما نقعد دايما حاطين وعم نجلد حالنا. هلا بيفتح للسعودية، هيدي فرحة كبيرة لأنها عيد وطني، بدها ترجع تفتح المنتوجات الزراعية تطلع إن شاء الله. والمنتوجات، هيدا هو. طيب بس اليوم ما فينا نقول يعني الدنيا بألف خير، طبعا في مشاكل كتير كبيرة عندك. اللي عم بينقوا الصناعيين على كلفة الإنتاج، على المواد الأولية، الانهيار المالي، العلاقة بين الصناعة والسلطة، يعني إهمال، ما في دعم مثل ما لازم، مصارف. يعني الصناعي كمان بده يحصل على قروض ليطور صناعاته، كمان مقفلة. اليوم شو بيقدر ينعمل، وخصوصا أنه الصناعة والاقتصاد ورد بخطاب القسم، وإن كان بيان الوزاري شو نعمل لهلا لتطوير يعني القطاع الصناعي. ويا ما حكينا عن المدن الصناعية قبل، ويا ما حكينا عن يعني الدعم الصناعة والقطاعات الصناعية وتخفيض الفاتورة الكهربائية. شو صار بهالإطار؟ يعني هيدا السؤال بينكتب عنه كتاب. نعم. كتاب كامل بينعمل عن هيدا السؤال. أول شيء نحن عنا ثقة بفخامة الرئيس يوزيف عون، وعنا ثقة بحكومة الرئيس نواف سلام، وعنا ثقة بوزير الصناعة اللي عم بيشتغل على مهله وعم بيحضر ملفاته، ما كتير عم بيتسرع بقرارات. بعتبر انه هو فترة اللي عم بيشتغل فيها هلأ ما قادر يغير كتير، إنما عم بيجرب هو يطلع بشكل كامل على الملف الصناعي، يشوف وين الخلل الموجود لينقله للحكومة اللي بدورها هي بدها تاخد القرار. كان عنا خوف من يومين ثلاثة على المازوت، ونفقد المازوت بالبقاع ومشاكل. نحن كنا مبوردين كتير، عم نقول ما تخافوا، ربنا ما رح يتخلى عنا. هيدي نحن قناعة صارت عنا موجودة. أنا لما بتطلع على الأيام السوداء اللي مرقنا فيها واليوم بنلاقي حالنا بألف خير. بتقولي الصناعي على طول عنده مطالب. المدن الصناعية بتنعمل بأي وقت بتنعمل. أنا إذا بينعمل مدن صناعية بالبقاع، مدينة صناعية بتربل أو بعنجر أو بغيرها، ما رح فك معمل يروح عليها. نحن قدمنا من خلال كتلة الجمهورية، النواب الجمهورية القوية، مشروع قانون نعم بمعاملة البقاع مثل طرابلس، أو تعميم الحوافز تبع المنطقة الاقتصادية الحرة اللي هي بالشمال تكون على البقاع، على المعامل حيث هي، لأنه ما فينا نفك معاملنا، معامل مكلفة ملايين الدولارات. صحيح. عند الصناعيين. بدي روح لمطرح تاني، إنه النق، طيب ما كل عمره ينق، خلي النق لبكرة، أجل لي النق شوية الصناعي واشتغل. كله في له حلول. نحن لما عم نحكي، خبرتك قبل شوي، مصنع غير المكانات الانتاج تبعه ليوطي كلفة الكهرباء، لأنه اعتبر على 3 سنين كهرباء بيحطهم، ركب معدات جديدة. بس نحن بدنا ننافس الدول الأخرى، الدول الأخرى بتدعم يعني القطاعات الصناعية، ونحن ما عم ندعم. هذه الإشكالية. نحن عم ناخد مطرحنا بالأسواق العالمية. إذا بتشوفي المصانع بسوريا بحال يرسى لها. نعم. بدها كلها تجديد، بدنا نفط كلها على بعض. على سوريا على غير بلدان. خليني روح على مطرح تاني. بلاش بالجوار المنافسة. أنت أكتر شيء كانت تنافس البضاعة اللبنانية، البضاعة السورية والمصرية، وكله هي على حساب الكواليتي. طيب أنا عم برجع بقول إنه المصانع عملت ريكافرينج، رجعت أحيت حالها. نعم. استرجعت عافيتها بنسبة 70 ل 80%، تتراوح هاي النسبة. هلا عم نحكي عن المصانع بالبقاع ولا عم نحكي عن المصانع بكل لبنان؟ أنا بعتبر ما هو يصح على البقاع يصح على كل لبنان. نعم. لأنه بالآخر نحن الصناعي اللي كان بلبنان، نحن بتجمع الصناعيين، معظم الصناعيين هن منتسبين لجمعية الصناعيين في بيروت، ونحن جزء من كل. نحن منا فاتحين دكان لحالنا، جمعيتنا مستقلة عن جمعية الصناعيين، إنما بنعتبر هذا كمان بيتنا هون. والصناعي اللي موجود بالمتن أو بكسروان هو زميل لنا، ونحن منساند بعضنا، وعم نرجع نلتقى بالمعارض العالمية، نقعد حد بعضنا، وهمومنا مثل بعضنا، وفرحنا مثل بعض. بدك تاخدي مني كلمة هون. أنا
مش دايما عندي إفراط بالتفاؤل، عندي واقعية بقشع الأمور كما هي. يعني ليش دايما نحن بدنا نعمل من الحب قبة، وليش دايما نحن نقوا حتى ما حدا يطمع فيكم. هيدي موجودة ببعض ضياء، ضلك نق حتى ما حدا يطمع فيك. الصناعي عم يشتغل وعم يربح، واللي مش عم يربح أنا عم بحكيكي من موقعي بتجمع الصناعيين يروح يغير المهنة تبعه. نعم. بدنا ناخد تليفونات. يلا. أرقام تليفونات صوت لبنان 01-325-555، الخلوي 76-611-003-005، الواتساب كول 76-611-001. بس اليوم في مناطق يعني فيها صناعات اللي بالمناطق الساخنة متوقفة عن العمل. اليوم شو وضعها؟ مثل وين؟ يعني في مصانع بالجنوب متوقفة عن العمل، في مصانع بالضاحية مطرح ما كان في حرب، بعدين هلأ إن شاء الله بتستعيد بس خسرت يعني بدها ترجع توقف على إجرايها، ما في قروض ولا في تسليم. أكيد هيدا موضوع مهم. كرمال هيك كنا امبارح بلقاء الصناعة مع المصارف لإعادة تمويل بفوائد محقة، لإعادة ضخ أموال بالقطاع الصناعي. نحن قلبنا معهم للصناعيين اللي تضرروا بالعدوان اللي صار بأيلول الماضي، وبالآخر الحياة تستمر، بده يكملوا. لبنان قادر ينهض مجددا انطلاقا من مصانع البقاع ومن عرق الصناعيين ومن ابتكارات شبابه. طبعا انت عم تحكي هيك نهض وخلص. يعني اليوم بدنا نستقبل اتصالات لحتى تعليقنا، يعني لانه دايما الصناعيين معلش خلينا نقولها مثل ما هي بيطلعوا معنا وبينقوا. يعني في عتب كتير كبير على وزارة الصناعة اليوم، ما في دعم للإنتاج، في الاتفاقيات مش للتجارية مش لمصلحة لبنان. طيب ما فينا نعالجها بمكاتب وزارة الصناعة مع مدير عام وزارة الصناعة مع الوزير بدون ما نطلع ننشر غسيلنا على الهواء. يعني نحن ما عم نقصر بهالموضوع، عم نحكي باتفاقيات مع وزارة الزراعة ووزارة الاقتصاد. الدكتور محمد بوحيدر مدير عام وزارة الاقتصاد، المهندس لويس سحود بالوزارة، المهندس شانتال عقل، هو مدير عامين عم نحكي فيهم وما عم صار شيء. ما هو بده قرار مجلس وزراء. هيدا نحن ليكون في تحرير الاتفاقيات التجارية أو مراجعتها طرحوها. بس اليوم في أولوية بالدولة. أنت عم ترجع بتشكل دولة، التعيينات الدبلوماسية والقضائية والأمنية عم يرجعوا يعبوا المراكز الفارغة بالدولة اللبنانية، وكله عم بياخد في أولوية. يعني اليوم اتفاقيات مع مصر بدها مراجعة أكيد، وعم نحكيها عربي. وأنا قلت له للسفير المصري بإحدى اللقاءات، وما كان اللقاء كتير حبي أنا وياه مع أنه هو شخصية ممتازة، بأنه عم بقول له التصدير انتم خانقين علينا على التصدير على مصر، بوقت انتم اغراق للاسواق في لبنان. بيقول لي اطلعوا اعملوا معامل بمصر. قلت له ليش بدي اطلع اعمل بمصر؟ حتى كان موجود الاستاذ محمد شقير وكمان بيقول له ما انتم باتشي ليش ما بتطلعوا تعملوا معمل بمصر؟ نعم. مطرح اللي بدي انا اكون موجود فيه، بدي دافع عن الصناعه، لانه الصناعه بحد ذاتها هي قوه. الصناعه لا يقوم اقتصاد بلد إلا بالزراعة وبالصناعة وبعدين الخدمات. نحن اليوم وضعنا مقبول، أنا بقول أكتر من مقبول. وضع الصناعة في لبنان جيد، بدنا ننتقل على قوتنا، بدنا نرجع نراجع كلفة الإنتاج عنا، لأنه أوقات بعرف في بعض الصناعيين ما بيعملوا دراسة مزبوطة لكلفة الإنتاج، وفي أصناف خلينا نقتنع مش دورنا نحن نصنعها. في اشياء بالخليج تصنيعها اقل. في امبارح كان حدا باللقاء مع المصارف انه يا اخي ليش ما بنصنع نحن ازاز في لبنان؟ لو شو ما عملنا ما فينا نصنع، كلفتنا بهالمنتج عالي. تعال نروح نصنع اشياء تاني ادد فاليو. واعطينا مثل عن المعمل اللي طالب حمية اللي بيعمل الشيبس تبع فادي ضو، معامل جديدة للسولار سيستم للوحات الطاقة الشمسية. طبعا انت فيك تصنعيها بلبنان بس ما فيك تنافسي الصين. بالصناعات الغذائية نحن اخدين مطرحنا، عاملين تغطية للأسواق المحلية. حضرتك بتعرفي وبأكتر من مقابلة أنا طالع معك وقلك إنه عطول كانت الأولوية بالرفوف بالسوبر ماركت للبضاعة الأجنبية.
خلينا بس نختصر بسؤال، كل اللي قلناه الغبن اللاحق بالصناعة، وانتم شو طالبين؟ يعني ماذا ينتظر الصناعي اللبناني من الدولة؟ خلينا نحط نقطة على السطر بهالإطار. يكفوا شر عنا. دولة كيف شر؟ شو طال؟ لأنه الوزارات اليوم اللي سبقت حكومة فخامة الرئيس الحالية بمعظمها ما كانت أولويتها هي دعم الصناعة. وفي كتير من زمان يعني نحن كان انه لبنان مش بلد صناعي، لبنان لازم يكون بلد للخدمات وإلى ما هنالك. يعني بنذكر وزير الاقتصاد مرة سامي حداد وغيره، نعم. وكلهم عم يسمعونا وزراء اللي اجوا اللي هن وزراء اقتصاد كانوا البعض منهم يعني ما بيعرفوا عشو مضوا اتفاقيات تجارية، والبعض منهم يعني أنا بدي أكون صادق باللي عم بقوله. نعم. لأنه تركت الكفوف بغير مطرح. بنقطع السطر ما في كفوف. اللي مضى على الاتفاقيات التجارية اللي انعملت بين لبنان والاتحاد الأوروبي كرمال ليتكرموا علي بفيزا أو أكتر شوي، إما غبي أو جاهل أو الاثنين معا. بدهم مستفيد بدهم تقطيع إيديه، مع أنه نحن ضد هيدي العنف. بمطرح تاني بعض الوزراء ما كان همهم ولا مرة يبنوا اقتصاد وطني مبني على الانتاجية. نحن على الريعي، اقتصاد ريعي، نحن خدمات. لا. نعم. فخامة الرئيس بخطاب القسم بيقول نحن بدنا نكون بلد منتج، بدنا نتكل على حالنا. ما في بقى اليوم نعيش نحن على فضلات العالم. اقتصاد لبنان بيقوم على الزراعة وعلى الصناعة، إنما المرحلة دقيقة شوي، عم تاخد شوية وقت. الخير قادم، بدنا نضلنا نعيد هاي الكلمة، ونحن واصلين لمرحلة أحلى بكتير من نحن فيها، وبدهم يبطلوا ينقوا الصناعيين. إيه بس في سياسات مطلوبة من الدولة. ملف الكهرباء حكينا عنه، تصدير القوانين المحفزة اليوم مطلوبة من الدولة. كمان في مصانع غير مرخصة عم تاكل من لقمة الصناعي اللي عم يدفع ضرائب. ما هيك؟ ليكي هن عم ياكلوا من بعض، واللي عم ينتشروا بالمناطق اللبنانية. وأكثر من مرة بيقول وزير الصناعة السابق وبيضيفنا إنه دور البلديات يعني 100%. أنا بوافق الرأي للوزير وبوشكيان باللي قالوا بهالموضوع. هو كان دور البلديات بمعظمها غير متعاونة، ونحن هلأ بلشنا بتجمع الصناعية من خلال تواصل مع مجموعة من رؤساء البلديات بأنه يعطونا إحصاء شو عندهم معامل غير مرخصة بنطاق البلدي تبعهم. وبالتالي أنا عندي قناعة إنه بياكلوا من بعضهم. هؤلاء اللي بيعمل له 200 كيلو حليب لبني وبيطلع ببيعهم، معلش شيء كتير واضح. ولنعيدها بعد مرة، خليها تكون مرة أخيرة. مراقبة الغذاء في لبنان بتخفض فاتورة الاستشفاء، لأنه العالم وما أدراكي شو عم ياكلوا. صحيح. ما أدراكي أي موتزاريلا عم ياكلوه تبع 3-4 دولارات. حماية المستهلك ما بيلحقوا. هيدي مزبوط. بدهم يزيد العديد تبعهم مراقبين. بدنا نحكي أمور مثل ما هي. ما بيلحقوا. بوزارة الاقتصاد طلع حتى بوزارة الصناعة قدي العدد اللي عم يخدموا مديريات وعالم، في نقص بالإدارة. طب يعني هيدا مسؤولية الحكومة. يعني في مطارح أنت عندك 300,000 موظف بالقطاع العام. نعم. ب30,000 موظف بيمشي القطاع العام. إذا بيروحوا على الحكومات الإلكترونية واللي بلشوا فيها هلا بالحكومة يشتغلوا فيها من خلال مؤتمرات، اليوم تقدري تشتغلي مع وزارة الاقتصاد وتعملي كل معاملاتك وتتابعيها بمديرية العامة لوزارة الاقتصاد من خلال من مكتبك أونلاين. أنا بقول هيدي التجربة فيها تتعمم مع باقي الوزارات. عرفت أنا من مدير العام لوزارة الصناعة حتى الوزير عم يشتغل لينهي موضوع الحكومة الإلكترونية والوزارة الإلكترونية، وخلينا نعطيهم شوية وقت. طيب نعم. مرق وقت مش كتير، بس ما بقى عندهم وقت. معلش ما بغيرهم. ما هي استمرارية. نحن بدنا نآمن بالاستمرارية، بس هي مش موجودة عندنا الاستمرارية. يعني اليوم ما لغى، بيجي بحط استراتيجية، بيروح وبيجي غيره بحط استراتيجية ثانية. طيب يعني اليوم انتم مش عم بتعيقكم المنتجات المستوردة، اسعارها مخفضة، ما في وجود للرقابة ولا سياسة صناعية طويلة تنقص. يعني اليوم نشوف انه صناعات موجودة غير لبنانية، اسعار يعني المواطن اللبناني وضعه على قده بده يروح للمنتج الاقل سعر، صح ولا لا؟ كمان في فترة راح ودفع الثمن لأنه عم بيشوف النوعية
منا بذات قد ما بيدفع. لكن نحن بمطرح كمان بدنا نآمن انه كالصناعة اللبنانية ما فيها تكون صناعة وسط، بدها تكون شوي كواليتي يميزها بريميوم. صحيح. مطرح مهم لإلي بس بدنا المواطن اللبناني يشتريها. صدقيني عم يشتريها وعم بيعرف شو فيه، والبضاعة الشعبية عم تاكل من بعضها، ما بياكلوا من البضاعة. ما بدي سمي ماركات هلا حتى ما يقولوا عم نعمل دعاية بس سيري وانفتحت. ليش نقول أبو فيصل بيقول الصناعي اللبناني مش مثل ما بتعرفوا؟ شو يعني شو؟ هذا موضوع مقال كتبته لأنه يظهر للعالم أنه الصناعي اللبناني عم يقطف الدولارات من الشجر، أو أنه عم بيكدس أموال، بوقت مرق علي أيام وأنا منهم كنا نسكر باب المكتب على حالنا نشوف كيف بدنا نأمن الرواتب لعمالنا ولموظفينا. يمكن ما إلي حق أنا أقول هالكلام بالعلم، بس كان اعتراف او لحظة انا هيك كان المود تبعي قاشط شوي داون انه انا اقول انه الصناعي في لبنان يجب ان يكون مكرم. اذا بتشوفي في كتير اشياء لازم نحن نتميز فيها كصناعيين، لانه عم نأمن فرص عمل لالاف العائلات. شوفي انا هون بدي روح على مطرح مهم. ما يعزينا في لبنان هو عالم مثلك، عالم مثل المستمعين هلأ اللي عم يتابعونا آمنوا بالمنتج الوطني وعم يعطونا أولوية على المنتج المستورد لو الفرق بسيط بالأسعار، لأنه الدول الباقية هي عم تدعم، أكيد عم تدعم صادراتها. يعني بتركيا بيطلع لكل شركة $2000 على كل كونتينر بيصدروا. خلي طايلة 10 كونتينرز بيطلع له عليهم $20,000. هيدي بعتبر انه بيكفي يكونوا ارباح له. انا عندي مطرح بدي اشكر فيه نعم. مين؟ ابناء الانتشار اللبناني بالعالم، اللي هن ذهب لبناني منتشر، واللي هن نحن اليوم صمدنا بما صنعنا بفضل ايمانهم بالمنتج اللبناني. أنا كنت واثق وبعرف في عالم كانت تقطع 30 و40 كيلومتر لتروح على محلات فيها منتوجات لبنانية لتشتريها ليدعموا أهلهم هون، لأنه هي حلقة متكاملة. نعم. كمان أصحاب المطاعم اللبنانية بالخارج، شبكات المطاعم اللبنانية حتى من لبنان فرانشايز طالعين لبرا اللي بتعرفيهم، عم يفرضوا على اللي اخدين اللي شارين منهم الفرانشايز انه يشتروا بضاعة لبنانية، لأنه في فترة صار يشتري أي بضاعة وتغيرت الطعم تبعه. مش شايفتيني أنت إنه أنا مرتاح على مرتاح، بس كان عندكم مطالب تجمع الصناعيين، وقلت هالمطالب ببرنامج نقطة على السطر وقسمتها بين مطالب يعني عاجلة قصيرة الأمد متوسط الأمد طويلة الأمد. هالمطالب وين صارت؟ مكافحة التهرب الضريبي، تطبيق الضريبة على القيمة المضافة، ضبط التهريب، حماية الإنتاج الوطني من المنافسة. أنا هلأ مدير عام وزارة المالية الأستاذ معراوي، الأستاذ جورج شيخ الشباب، يعني إن شاء الله إنه بيعمل شغل. وزير كمان عنا ثقة فيه للوزير ياسين جابر. يعني في إشياء بلشت هلأ، نحن متأملين إنه يكون في تسوية ضريبية، يكون في مراجعة للسنوات العجاف اللي مرقنا فيها، يكون التهريب عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية مضبوط أكتر. بلشنا نلمسه هلأ، في سكانر جديد عم يركب، في متابعة، في الجيش صار موجود بالمطار وبالبور وعلى الحدود. يعني ما صار في شغلة، ما كانت فلتاني الأمور. خدني لخارج الحدود، عن التصدير، عن الأسواق الجديدة، عن المضارع، معارض. هل هي بارقة أمل اليوم للصناعيين المعارض اللي عم بتصير برا وعم ينجح فيها الصناعي؟ شو حلوة كلمة بارقة أمل منك. يعني أكيد المشاهدين هلا لأنه عم نطلع صوت وصورة حيشوفوا هيك كيف طلعت منك باركة من الأمل. قلب الصناعة اللبنانية، ركيزة الاقتصاد اللبناني. ليكي لبنان برجع بقول مستقبله حلو كتير إن شاء الله. يعني هنيئا لمن له مرقد عنزي بجبل لبنان. جبل لبنان يعني لبنان ككل. نحن رايحين على مطرح، أنا ما عم بشر هيك لكون عطول إفراط بالتفاؤل، لا، في وضع منيح، بدنا نقنع وبدنا نبطل النق. نعم. خلينا في كتير اتصالات، خلينا ناخد اتصال. يلا. مين معي؟ عفوا. يا هلا، تفضل. بدي اساله للاستاذ، هو على راسي وعيني وانت على راسي وعيني. بدي اساله انه هالعمال اللي بيشتغلوا عندهم بالمعامل بيضلوا ينقوا، بدي اسالهم سياراتهم قديش حقها، والعمال اللي بيشتغلوا عندهم
كلها سوريين، معلش قليل ما تلاقي لبناني. والله كنا بدنا نحكي عن هذا الموضوع. الموزع سوري، الشغيل سوري، شو ما عندنا، حتى المحاسبين حيصيروا سوريين. يعني بيقولوا لنا صناعة لبنانية، أنا بقدم الصناعة اللبنانية، أنا بقدم صناعة سورية، ما أنا صناعة لبنانية، معلش. بس نحن بدنا نشتري الصناعة اللبنانية، شغلوا اللبناني وفيدوا اللبناني. معلش الشعب اللبناني ميت الجوع يا حبيبي، يعني يا روحي. المعاش اللي بتعطيه ما بيطلعوش ايجار الطريق اللي بيروحوا بيجي فيه. انا شفت تاكسي وعم بعاشر العالم وبعرف شو عم بيصير. ما فيش فريق، ما فيش شغيل لبناني. وصلت الفكره، وصلت. بس هالكلمه بعد هالدرك هالموزعين اللي عم بوزعوا على المحلات وبيبرموا الدنيا كلها بلا دفتر الشوفير السوري، بيروحوا بيجي محل ما بده. وين في دور للشوفير اللبناني؟ معلش هالدرك والكل الامنيه توقفوا للشوفير السوري، تمنعوا يعني سياره، تمنعوا. نعم هلا ما صرنا بالدرك، خلينا بالصناعه. شكرا لك، وصلت الفكره. اخذنا على مطرح ثاني. لا يمكن معه حق بمطرح. عم نحكي عن الشوفيرية، عم نحكي عن الصناعة. يمكن معه حق. طيب اوكي، الأجهزة الأمنية، قوى الأمن الداخلي خليها تكافح هيدا الموضوع، يعني هي دور قوى الأمن الداخلي. يمكن معه حق، في مصانع معه كتير. حق، بس أنا عم بحكي عن المصانع تحديدا. أنتم عم بتوصفوا غير لبنانية، بحق لكم بالقانون؟ ليكي هلا هو بدناش نعمم، خلينا نحكي بشكل عام. بشكل عام في مطارح ما في عمال، صحيح، عم بيستعينوا بعمال أجانب بنغلاديش أو أثيوبية أو هنود. بتعرفي قد ايه في هنود بلبنان؟ يعني بس بعطيكي مثل الهنود يعادل عدد العمال الهنود يمكن او الاجانب عدد عمال السوريين. بالاخير انا ما ببرر، ممنوع. الاولويه هي للعامل اللبناني، بس انه ما انوجد العامل اللبناني. في يحكينا جورج نصراوي او نحن نطلبه على الهواء، عم بيحكينا على خطي طبعا. على كل حال طبعا يعني هيدي نقطه. هيدا عميد الصناعه جورج نصراوي. اول معرض بعمله انا بالعالم كنت مع جورج نصراوي، كنا بعدنا ما بنعرف نبرم بالمعارض، كان يشكل العلم اللبناني لحاله. هيدا يا ريت دولتنا بتكرمه لهالرجل، يا ريت. رح نطلبه على الهواء بعد شوي. انا نعم. على كل حال يعني نحن بدنا نحكي الحلول الشاملة للتصدير. كنت عم بسأل عنها إلى أمريكا اليوم، أهمية التجمعات الصناعية للدخول إلى الأسواق الأمريكية وغيرها. يعني في عنا عن جد إمكانيات بيملكها القطاع الصناعي، عم بيواكب أي تطور ممكن يحصل بالأسواق بالمرحلة المقبلة. ورح نحكي اليوم عن الذكاء الاصطناعي. خلينا نحكي عن أمريكا. عملوا كتير شروط جديدة للتصدير بأمريكا. نعم. واليوم الشركات مضطرة، كان لبنانية أو تركية أو مصرية أو أوروبية، يعني الكل مطلوب منه يدفع تاكس للفوتي على أمريكا، وبالتالي ما حدا عفى. يعني نحن دايما منخاف إنه غيرنا يكون معفي من الضريبة ونحن علينا ضريبة. نحن كنا ضمن لائحة من الدول اللي عليها ضريبة، وبعتبر أكتر ما يكون إنه إذا بتطلعي بالأرقام الحقيقية، ما قدامي هلأ أوراق وأرقام. نعم. تصدير لبنان إلى أمريكا مخجل جدا قدام حجم الجاليات اللبنانية الموجودة هونيك، وقدام انتشار اللبناني. بس في عنا أسواق تانية قد تكون واعدة لنا، هي جديدة عم بيشتغلوا عليها، لكن الانبيد اللبناني صار بالصين. صحيح. اليوم لبنان تصديره بالانبيد عم بيطلع، تصديره بالمواد الغذائية بشكل عام هو الأعلى. وفي إشياء تكنولوجيا اليوم عم يصدروا. الفكر اللبناني والإبداع اللبناني ما بينخاف عليه. صحيح. على الخط مباشرة متخصص بتطوير وتصنيع معدات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي فادي ضو. حضرتك حكي عن هالشيء، عن التحول الرقمي، عن الذكاء، عن تحديات الصناعة بعصر النهضة الاصطناعي. أستاذ فادي أهلا وسهلا فيك. أهلا. واقع الصناعة التكنولوجية اليوم والتحديات شو هي؟ التحديات القوانين اللي عنا إياها بلبنان بعدها مش مطورة، عمرها فوق 60 سنة، وفي كتير صعوبات نقدر نكون عم نشتغل بالذكاء الاصطناعي وبصناعة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي قبل ما نجدد الانفراستراكشر نقدر نشتغل فيها. حاليا تنحكي على السوق العالمي في opportunity كبيرة كتير لنجذب صناعة التكنولوجيا على لبنان بهالوقت المعين. عم تحكي globally rather than locally، يعني ما بدنا ننتقل على الجاليات اللبنانية بس، بدنا ننتقل على الشركة العالمية يلي عم تنتج 80-90% من
التكنولوجي اللي عم تستعمل بالذكاء الاصطناعي عالميا وعم بيجربوا يظهروا من الصين. هودي 80 ل 90% من هذه الصناعات عم بتكون بالصين، اما بفيتنام، اما بماليزيا اللي هن مناطق فيها النفوذ الصيني. والعالم عم بيبرم حاليا، الغرب عم بيبرم على مناطق غير يقدروا ينتجوا هالصناعات للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي. نعم. وبعتقد بلبنان فينا نجذب، إذا بنجذب 1%، بس 1% من الإنتاج العالمي من الذكاء الاصطناعي، أما البنية التحتية للبناء الاصطناعي، بنخلق فوق 10,000 وظيفة، بنخلق إمباكت على GDP ب10 مليارات دولار. وهذه الصناعات فيها بسرعة كتير تتطور، وبدها 2 أما 3 لتصير فاعلة على الأرض، أما 3 سنين تصير فاعلة على الأرض حسب تقديراتنا ودراساتنا. حلو اللي عم بيحكيه. شو تعليقك؟ خليك معنا أستاذ فادي ضو. شوفي، أنا أستاذ فادي ما التقيت فيه لما كان بغرفة التجارة بزحلة، إنما الأحد كنت بزيارة صديق وكنا بالحديث عنه. فادي عم بيعمل ظاهرة حلوة بلبنان، كان السباق، وإن شاء الله إنه نربحه بالبقاع يكون عنده مصانع فوق، وهو راي على دومين بيفهم فيه وبيعرفه. معقد كتير هذا الشغل اليوم بلبنان. بدك فايبر اوبتيك بالمصانع، بدك انترنت يلبي طموحات، بس لبنان عم بيصدر طاقات بشرية لبرا، ويعني حيكون السباق فادي. وبرافو، بدي هنيك من كل قلبي. أرزة لبنانية أنت. إن شاء الله يكون في حدا من المسؤولين عم يسمعنا ونشوفك بالوزارات القادمة بهيدا الاختصاص تبعك، لأنك مبدع. وهيدا بس كيف بدنا نترجم هالاختصاص بواقع الصناعة على الأرض أستاذ فادي؟ يعني عم بتقول بدنا وقت. ما بدنا وقت كتير. نعم. حاليا بعتقد في قطع القانون بمجلس النواب من شي شهرين. نعم. كان له شي 7-8 سنين عم ينشغل عليه، وهلا بنتشكر الوزارات يلي عم تشتغل، سبيشالي دكتور كمال شحاده. هلا على طول بدنا نتشكر، ما هي واجباتهم. لا بس كمان معه، لا اكثر، لانه عم بيسرعوا كثير هالشغله. ان شاء الله 10 سنين واقفه، كان هن دعموها تتقطع بمجلس النواب، هلا عم يشتغلوا على المراسيم الطبيعيه. ايه بس اليوم بدنا بنى تحتيه، نحن نشكو من ترهل البنى التحتيه. أنا بحاجة للي عنا إياه، عنا كل شيء. نحن هلأ بحماية المطرح ما عم نصنع، عم ننتج 30,000 شغلة بالشهر، وعم نصدرها مش بس لأمريكا ولا أوروبا، كمان عم نصدر هاي تك للصين. ومنا بحاجة لبنى تحتية، لأنه المطرح ما عم نشتغل، مع إنه عنا اشتراك كهرباء، عنا طاقة شمسية، وعنا قدرات بشرية، مش عاوز الدولة بشيء، مش عايز الدولة بشيء، بس طلبي الوحيد من الدولة ما يعرقلوا لنا شغلنا. هيدي حلو حلو كتير. برافو فادي، براود اوف يو فادي. نعم. على كل حال بدنا نشكرك، ان شاء الله بنحكي عن هالموضوع اكثر واكثر بلقاءات مقبله. شكرا لك فادي ضو، متخصص بتطوير وتصنيع معدات البنيه التحتيه للذكاء الاصطناعي. ونحن عم نتطور بلبنان وعم يصير عندنا تطور بالقطاع الصناعي. نقول ابو فيصل يعني انطلاقا من هالباب، وحضرتك كنت عم تحكي طبعا بالتحول الرقمي والذكاء وتحديات الصناعه. اليوم شو تحديات الصناعه بعصر النهضه والذكاء الاصطناعي؟ في تحديات كتير كبيرة وعم يشتغل عليها فادي. لا عم يشتغل فادي، شق منه انه نحن نروح على صناعات جديدة. نعم. ما نقضيها كلنا بنعمل مثل بعضنا ومنقلد بعضنا، وكله حامل هالعلبة الفول والحمص بطحينة وعم بيخبط فيها. طيب ما في غير مصانع صارت برا عم تعمل فريش حمص بطحينة وبتعبي الأسواق. ما عاد فيها السوق الكبير للكاند فود بالعالم. عالم راحت على اشياء فريش. نعم. بس نحن عم ناخد جائزة الابتكار الصناعي السنوية. شو قصتها؟ هيدي جائزة مش نحن عم ناخدها، نحن الجامعة اليسوعية عم تعطيها لطلاب. يعني قصدك مبتكرين طبعا بالصناعات. ما هيدا نحن السنة يعني عندنا ابتكار. بما انك متابعة كتير لتجمع الصناعيين شو عم بيعمل، عندكم مبادرات كتيرة كمان لتجمع الصناعيين بالبقاع. نحن عم نجرب نقول لشباب لبنان، عم نشتغل على عدة جبهات مع الجامعات. عنا
موقعين MOU مع الجامعة اليسوعية في بيروت لنقدم كل سنة جائزة الابتكار الصناعي لأول 3 طلاب من الجامعة بالهندسة الصناعية أو الهندسة الزراعية، عم يعطوا innovation، عم يعطوا ابتكارات. السنة عملنا جائزة 3، وحقيقة الدكتور دكاش كان معجب كتير بالأفكار اللي عم يقدموها الطلاب، ونحن كنا مبهورين إنه طالب اليوم بعده مخرج عمره 20-21 سنة عم بيعمل اشياء ما حدا فكر فيها. حتى مراكز الأبحاث بالدولة اللبنانية اليوم لازم يكون في عنا مراكز كيف وزارة التصميم كانت ياخدوا هالابتكارات ويترجموها بالواقع على الأرض. هلا مين عم يقطفها؟ الشركات اللي بتكون موجودة عم تتبناها. جورج نصراوي نائب رئيس جمعية الصناعيين، العميد. أهلا فيك العميد، تفضل. العميد الكبير. الله يخليكم، صباح الخير يا هلا. نوال، بحييكي وبحيي الرئيس الأولى لنشاطه الدائم المتواصل مش بس في لبنان، على صعيد الخارج حتى. نعم. أنا بالواقع مداخلتي سمعت شخص كان داخل معكم وعم ينتقد المصانع إنه بتشغل عمالة سورية. بدي ألفت له النظر إنه بلبنان في كتير مصانع، إنما جمعية الصناعيين بلغ جميع المصانع اللي منتمية للجمعية واللي منتميين للتجمعات الصناعية ما بيشغلوا إلا عمال لبنانيين، وإذا اضطروا يشغلوا سوريين بده يكون معه إقامة عمل. نعم. يعني ما بيشغل كيف ما كان، مع العلم اللي عم يذكروا كان هالشاب إنه عم بيشغلوا مصانع عم بيشغل سوريين. بدي أقول له إنه المصانع السورية اللي فتحت بلبنان واللي هن غير شرعيين هن اللي عم بيشغلوا السوريين بلبنان. نعم، والشرعيين طلبنا أكثر من مرة. نعم أستاذ جورج، طلبنا أكثر من مرة ومن على منبر صوت لبنان، يعني حتى وزراء الصناعة متعاقبين بإقفال هالمصانع وبعدها مستمرة. ما حدا يعني ما استجابوا لمطالبنا. طلبنا نحن كل البلديات، رؤساء البلديات يتجاوبوا معنا ويقولوا لنا مين المصانع الغير شرعية اللي فاتحة بمناطقهم. التجاوب ضئيل جدا. ونحن بدي بلغ انه كل شخص بيحب يشتغل، عندنا كثير فرص عمل للاخوة اللبنانيين، يتصلوا فينا بجمعية الصناعيين ومنأمن لهم نحن عمالة. نعم، شكرا لك. دخلت تكون بهالموضوع، مع العلم انه عندنا كثير معطالب نحكيها بوقت ثاني معك. شكرا، اهلا وسهلا فيك كمان ضيف عزيز اليوم استاذ اولى. هل صحيح في عندكم نقص بعدد العمال اللي عندهم مهارات مهمه بالمهنيين الشباب اللي عاملين بالمجال نعم. الفني والميكانيكي؟ يعني هيدي التحديات اللي عم تواجه قطاع الصناعه اليوم. الجواب نعم. نعم. لكن قبل ما فوت على الإجابة، جورج نصراوي صناعي عريق عم يحكي وقايع نحن عم نلمسها. كان في تشدد من وزير الصناعة الأستاذ جورج بوشكيان خلال وجوده بالحكومة السابقة، وهلأ مكملة الوزارة اليوم مع الأستاذ جو عيسى الخوري بمراقبة العمالة الأجنبية بالمصانع، وفي تعاون كامل يومي نحن مع وزارة الصناعة من خلال مكتب المدير العام عم نتواصل لنقول إنه كان في حظر لتوظيف عمال بالمصانع اللبنانية ما عندهم إجازات عمل. يعني اليوم أهون شيء نطلع من راشق ونقول تفضل النائب وقال عميدنا إنه المصانع السورية في لبنان غير مرخصة، عم تشغل عمال سوريين وبدون إجازات وبدون إقامات وبدون شيء. نعم. أنا بدي جاوبك على سؤال بأنه الكفاءات في لبنان عم بتعود. اللي كنا عم منه صرنا اليوم عم نرجع منشوف فيه طلبات توظيف لشباب كانوا بالخليج أو بأبيجان أو برا وعم يرجعوا. عم بشوف أنا من بدي أعطي مثل هلا كنت عم بحكي فيه تحت الهواء، إنه بعض أشخاص عم يجي يعمل مراجعة ريفيجن للمقبوضات تبعه بالخليج. نعم. عم يطلع إنه إذا بيجي بيشتغل بلبنان صارت مناسبة له هلا من بعد ما تحسنت الرواتب والأجور. واللي بيقول إنه اليوم ما عم بياخد حقه، ما بعتبر أنا في مصانع إلى قيمتها وعندها كرامتها مش عاطي حقوق عمالها. خلينا ما نخلط، ما المستمع مش عم بيعرف. لا بده يعرف الصناعات يعني غير المرخصة والصناعات لا المرخصة. بده يعرف اليوم. نعم. اليوم الصناعي اللبناني عنده أخلاق. نعم.
والتاجر اللبناني عنده أخلاق. وهذا كانوا يقولوا الفينيقيين. نحن بعض التجار اللي فاتوا على التجارة تجار أزمات، بعض الصناعيين اللي فاتوا تعدوا على المهنة، فاتوا تركوها ورجعوا فلوا، قالوا هاي الشغلة هينة، مش عارفين انه هاي المصانع عم نحكي عنها عمرها عشرات السنين وانبنت بدموع العين. مش هينة نطلع نراشق ونظلم المصانع انه انتم مش عم تعطوا عمالكم حقوقهم. يا خي اذا مش اخذ حقه العالم العامل يروح على غير مطرح. ليش حتى دايما بدنا نطلع ونراشق؟ ما في عامل بمصنع عم يشتغل يوميته تحت $20-30. شو صار بينكم بين المصلحة الليطاني؟ كان في مصانع عم بتلوث، انحل هالملف؟ ليكي الدكتور سامي علوية شخص يستحق التقدير. إنما مشكلته كان عم يوصلوا تقارير غير واضحة، وهو طلع على الأرض شاف واجتمع مع الصناعيين وشاف إنه في مصانع كانت للأسف ما عم تلتزم بالمعايير. هلأ التلوث منه هو تلوث من المصانع قد ما هو من البلديات ومن النزوح السوري الموجود على ضفاف حتى تم إزالة عدة مخيمات سورية. هلا يعني صار في إزالة؟ لا هو ما هو قبله بعد، هو على طول الزلمة عم بيشتغل بكفاءة، ونحن بنقول له كل تقدير له، لأنه أوقات المسؤول ما بيكون عارف الوقائع بتيجي ناقصة. يعني المصانع بتلوث، خلينا نشوف قد ايه نسبة التلوث. إذا الوزير السابق وائل بوفعور قال التلوث في نهر الليطاني هو منه تلوث من المصانع قد ما هو التلوث بيولوجي ناتج عن الصرف الصحي بغالبيته، يعني بحيرة محطات معالجة الصرف محطات بالبلديات. يعني يمكن في بلدية زحلفة عم بتعالج الصرف الصحي، وباقي البلديات عم بتكب بمصبات اللي بتروح على الليطاني. ما بحثوا على الموقع اللي فيه للدكتور علوية، إنما صار في خطة عمل جديدة مع تجمع الصناعيين وشكل لجنة من عنده ومن عنا للمتابعة. للأسف بعد الأحكام ما انشالت عن بعض الصناعيين بمحاكم البقاع، لأنه هيدا كنا نوعدنا فيه وبتوجه له لدكتور علوية إنه هي الموضوع لازم نخلص منه بقى، والأمور فينا نحلها حبيا بين الدولة والصناعي. الصناعي بالآخر منه مجرم لينحط عليه أحكام وعلى سجله. أحد أصحاب المصانع الكبيرة بيقول لي أنا عندي كآبة. لك يا خيي شو المشكلة؟ على سجله العدلي نازل حكم إنه ملوث الليطان. إنه ملوث ملوث الليطان. ملوث. تفضل. هلا اليوم في عندكم غبن لحقكم بالصناعة بموازنة 2025، وين صار؟ بعده موجود. شو عملتوا معه؟ ما قدرتوا عملتوا شيء؟ وين تجمع الصناعيين؟ لا. وين جمعية الصناعيين؟ هلا معلش شيء، نحن تاركين أهل الاختصاص بجمعية الصناعيين عم بيتابعوا هدول. ما فينا كلنا نكون عم نتسابق مين بيعمل هيدا الموضوع. نحن دورنا بتجمع الصناعيين بالبقاع. إذا بتقولي لي شو إنجازاتكم خلال 5 سنين، أنا بدي أعترف أمام الله وعلى مسمع من كل المستمعين والمشاهدين، أول إنجاز صار يحبوا بعضهم الصناعيين. هيدي اللي كانت أصعب مشكلة. طيب هلأ في بجمعية الصناعيين عم بيتابعوا هالموضوع. حتى ما نزاحم بعضنا، نحن عم نتفرغ لملفات تانية. بفضل بهالموضوع حدا من جمعية الصناعيين اللي نحن بنعتبره هيدا بيتنا. تجمع الصناعيين هو بيت لكل صناعي، إضافة إنه التجمعات الصناعية هي أقرب لحل المشكلة مع المصنع لما بيوقع بضيقة ليكونوا وصلوا لعنده. اعتبريه مستشفى قريب لتجمع الصناعيين، مستشفى قريب حتى ما ينقلوا دغري على العاصمة. شو رؤية نقول أبو فيصل اليوم يعني الصناعية للمستقبل؟ آخر سؤال. وهل رح نضلنا نستورد 80% من حجم الاستهلاك الغذائي؟ حلو. رؤيتي اليوم للصناعة اللبنانية إنه بتقدر هي تعمل اكتفاء للأسواق المحلية. إنما نحن موجودين بنظام اقتصاد حر، منا بنظام اشتراكي ونمنع التصدير. لا، في كتير دول، الجزائر مانعة سلة كبيرة من المنتجات من دخولها للأراضي الجزائرية. نحن بلبنان ما بدنا دعم من الدولة قد ما بدنا حماية،
انه يفوت شرعي يفوت، بس ما يفوت نعم الفستق الحربي نعم. يفوت قدامي. عم نعطي مثل، كل مرة منغير المثل. بدهم يضبطوا الجمارك، بده يضبطوا المعابر الشرعية وغير الشرعية، والسوق مفتوح لكل العالم، ونقطع على السطر. شكرا لك اليوم على هالحلقة. نقول أبو فيصل رئيس تجمع الصناعيين بالبقاع، يعطيك ألف عافية. شكرا لكم أصدقائي المشاهدين والمستمعين، إلى الملتقى مع حلقة جديدة.